سمحوا لي اخوتي كيتقطع ليا البث فجوج المرات وكيتقطع ما عرفتش علاش. ما كيف ما قلت لكم انا اليوم ما كنتش غادي ندير هذا الفيديو، ما كنتش غادي ندير حتى شي حاجه هذا اللايف اولا، لانني عندي في اجازه فما ونعست مزيان يعني حتى دابا عاد فقت باقي ما فطرتش انا الا الله داخله باش غادي نفطر. وطبعا عندي بروغرام فيه البحر وفيه هذا يعني من اجل استجمام وفيه هذا، فلهذا ما كنتش ناويه يعني غادي ندير. ولكن اتصل بي احد الاصدقاء من اليونان وقال لي بانه كاينين واحد جوج ديال الناس كيستخدموا سمير الدهر، مهاجر مروكي ولا شي حاجه مهاجر. صيفط لي اضافه في الفيسبوك باش نضيفو، شفتو تافه وبلوكيتو بصراحه. انا كنت تافهين بحال هذاك الشيء. غنقول لهذاك المروكي، غنقول له بصحتك ال 1000 اورو اللي خديتي من عند سميتو من عند سمير الدار، ولكن كنقول لك اقسم لك بالله العلي العظيم انايا في الاخر ديال شهر 8 غنجي لعندك اليونان غنقصبك بالمحكمه. داكشي اللي نشرتي عليا كله راه عندي مصور، صيفطوه ليا، غادي يديك المستشار القانوني ديالنا وانا شخصيا. وكنقول لسمير الدهر جوج الحوايج. سمير الدهر كون كنتي راجل واجهني، خرج ببيان من السفاره، بيان بالسفاره او اسمك وكذبني، خرج به واجهني معايا. ما ديك الفعيل ديال الدراري الصغار ماشي معايا انايا. ونقول لك حاجه اخرى، واحد الفضيحه وشي مسائل ردا على داكشي اللي بغيتي دير ليا نتايا. تسنى مني سمير الدهر، تسنى مني لايف، هاد اللايف لان الرساله اللي وجهت لهذاك المروكي مهاجر ولسمير الدهر ما وصلاتش، يعني كنظن ما كانش باينه في الفيديو الاول. فكنقول لهم انا كنقول هذاك المروكي مهاجر صحتك ال 1000 اورو اللي دور معك بها سمير الدهر باش تحط ديك المنشورات في صفحتك في الفيسبوك. هذا واحد. كنقول لك جوج، هذيك ال 1000 اورو غادي نخرجها منك بالزيت الرقال والزيت العكوري. الا كتعرف الزيت العكوري سير سول عليه. غادي نخرجها منك باش بالقانون غادي نجي انايا والمستشار القانوني لا داير لهم انترناسيونال، وغادي نرفع عليك دعوه في اليونان. اليونان انا اصلا انا كنت جايه ليها اصلا، غير وقع شي مسائل وشي مشروع وشي حاجه فما جيتش. نقول لك انا غادي نجي وغادي نخرج منك هذيك الزيت العكوريه بالقانون. هذاك 1000 اورو غادي نخرجوا منك فلوس ونخرجوا منك تعويض، ولا ما خلصتش التعويض غتدخل الحبس. راك عارف هذا هو القانون. وخلينا نشوف واش سمير الدهر غيخلص عليك. سمير الدهر تسنى مني، شوف انت حاولتي تضربني، وحاولتي تحفر لي حفرات، وحاولتي دير وحاولتي داكشي كله عندي، حيت اللي ما عنده سيدو عنده لالا. وكنقول لك اللي عندك ديرها، اللي في جهدك ديرها، واللي ما عندك عيرها. واهم حاجه اللي كنطلبها منك هي تصدر بيان وكذب الاقوال اللي قلت انا على الوضع ديال الجاليه في اليونان والوضع ديال الجاليه في قبرص اليونانيه. وصدر بيان وكذب انك ما قلتيليش على الجاليه انهم بوزبال. صدر بيان باسمك او بالسفاره وقولوا. وديك الساعه انا غناخذ هذاك البيان وغادي نحط هذاك التسجيل الصوتي اللي عندي انا وياك، اللي هو اللي بيني وبينك، اللي انا وياك هذا، وغادي نحطه وغادي نقدمه امام العداله كدليل ضدك، وغادي ناخذ منك تعويض. شتي، حيت مادام انا نصابي وناخذ منك تعويض. كما دابا النيت راه غناخذ النيت من عند الفيزازي، وهي راه كان في الكوميساريه في الشرطه القضائيه الدائره السادسه، ومن بعد الولايه الامن، ومن بعد هذا وراه ثلاث غادي يدوز في المحكمه، كنظن 3 ولا 4 في المحكمه، وغادي هو غادي ناخذ منه تعويض. مادام انا نصابي وناخذ تعويض. كنقول لك سمير الدهر، ياك عييتي ما تجري، ياك جريتي، ياك ما خليتي بغيتي تطيحني، ياك ما خليتي بغيتي تلعب معايا العاب قذره. داكشي كله راه ما عرفتيناش، ما كلاش معايا انا وما غياكلش معايا، لان انا كنمشي نيشان، كندير غير نيشان، غير قود كيتران. سمير الدهر تسنى مني لايف نهار الاثنين باش غادي يقول لك المفاجاه الكبرى اللي حتى انا دايرها لك، حتى انا رد عطيك. ياك انت دقيتي عليا وانا غنقول لك شكون عطيتيني الموني، غرد لك الصرف. سموره سمرمر اللي كتقول على راسك سفير وانت لا تستحق سفير، لان السفير او الدبلوماسي هو في اولا اخلاق ومبادئ. انت كيف يعقل ان تمثل صاحب الجلاله في بلد ما كيفما كان، وانت تستغل شرذمه من التافهين او 2 من التافهين ينشرون في صفحه فيسبوكيه. لو فعلا هم صحفيين كانوا نشروا في المقالات. لماذا انا تحدثت الى الصحافه المغربيه؟
لماذا تحدثت إلى الصحافة المغربية وفضحتك، وأنا فضحتك بالعلن. لذا كان يجب عليك أن تكون رجل. وطبعا أقولها دائما، ينقصك من الرجولة الكثير حتى تواجه امرأة حرة مغربية مثلي، حتى تواجه مناضلة شريفة مثلي. ينقصك الكثير. شتان ما بين الورد والعليق يا سيد سمير الدهر. شتان ما بين الورد والعليق. أقول لك، أتمنى أن تصدر بيان تتحدث فيه عن الحقيقة. أتمنى أن تواجهني بأسلوب حضاري. أتمنى أن تواجهني بأسلوب يليق بشخص عينه صاحب الجلالة في مقام سفير كي يمثله في بلد أوروبي. أتمنى أن تواجهني الند بالند رغم أنك لست ندا لي، لأنني بكل بساطة أمتلك الحق والقانون، أمتلك الدفاع عن الطبقة الفقيرة، أمتلك حق الدفاع عن الجالية المغربية التي أنتمي لها. أبدا لا يضيرني، أبدا لا يضيرني أن ينشر واحدا تافه مثل هذا المهاجر أو كذا أو هذا، ينشر أنني مثلا، ينشر عني أي شيء، بل يزيدني فخرا وافتخارا وخيلاء بنفسي لأنني أصبتك سمير الدهر. لقد نكأت جرحك سيد سمير الدهر. فأنت لو أنك رجل وينقصك من الرجولة الكثير لكنت واجهتني بنفس أسلوب نظيف، وما كنت استغليت بين قوسين ما عملته وما قلته لابن عتيق. سوف أقوله يوم الاثنين، سوف أفضح كل شيء يوم الاثنين بالمساء، مساء بعد لقاءين لدي مع شخصيات أقولها بارزة ووازنة في المغرب، شخصيات من الطراز الأول. عندي لقاءات معها يوم الاثنين نهارا، فسوف أقوم باللايف يوم الاثنين مساء إذا لم أكن متعبة. أما إذا كنت متعبة سوف أقوم يوم الثلاث، سوف أقوم به يوم الثلاثاء صباحا. وسوف أفضح اللعبة التي حاولت أن تلعبها ضدي والأخين اللذين ساعداك. ليس هذا التافهين، لا، بل الشخصين الثانيين اللذان يعملان في وزارة الجالية، وكيف أني فضحتكم، وكيف أني عرفت بلعبتكم، عرفت بها فقط لأنني شريفة ومحترمة، فقط لأني محترمة كشفتكم. ارقى بصراعك معي سمير الدهر، ارقى إلى مستواي رغم أنه ينقصك الكثير إلى أن تصل إلى مستواي، لأنني بكل بساطة محترمة وأسلوبي محترم وأتعامل بكل احترام وأحترم الناس جميعا، ولا أعتبر نفسي أكثر أو أفضل من أي شخص، بل أنا قلتها وأقولها دائما، بنت الشعب، وليس لدي أي أطماع في أي شيء، لا أطماع مادية ولا مناصب، ولكن لي طمع واحد، أن أنزل أو أن أكسر منخارك وآتي به إلى الأرض، أو مطمع ثاني وأظنك قد ابتدأت فيه، وهذا أسعدني جدا أنك أصبحت تقول على لسان بياضقك أنك جاهزون لخدمة الجالية وكذا وكذا. اخدمهم. عمل الجالية ليس بالكلام، خدم. أو أنت مثل أولئك الذين يلزمهم النغز حتى تتحرك. إذا كان يلزمك النغز فلقد نغزتك المرة الأولى، وها أنا أقوم بها المرة الثانية، لكن هذه المرة هي ردا على أفعال دنيئة حاولت أن تعملها، حاولت أن تنصب لي فخا، لكني لم أقع فيه، وكنت ساكتة ولم أشأ أن أتحدث فيه إلا بعد يوم الاثنين، وقد لمحت له حين قلت فضيحة كبرى متورط فيها سمير الدهر والوزير بن عتيق وفؤاد بوشبور.
لمحت لها بمنشور في صفحتي على الفيسبوك، لكن سوف أحكي عن التفاصيل يوم الاثنين مساء أو الثلاثاء صباحا. أقول لك الدكتورة أمال بوسعد العلمي فوق رأسك وفوق شنبك، ولن تصل إلي، ليس لأنني على مستوى، لا لا لا، ولكن لأن لدي مبادئ سيد سمير الدهر. تفهم الكلمة؟ مبادئ، ميم ب ذال ألف، مبادئ وألف مكسورة، جمع مبدأ. إذا لم تفهم حاول ترجمة باللغة الفرنسية أو بأي لغة تفهمها، لكن لا تحاول باللغة الإنجليزية، لأنك حين كتبت لي رسالة باللغة الإنجليزية، إنك حين كتبت لي قلت لي نعتني ب it is، مع أن كلمة is it's for inanimate للأشياء الغير. السلام عليكم، احنا رجعنا معكم. فطرت بعدا باش يولي عندي شويه الانرجي، وكان الانترنت كان كيتقطع بزاف، فلهذا غادي نكمل هاد 15 غنكمل لكم هاد اللايف هذا ونمشي نستمتعوا بعطلتي. طبعا تقطع لي الخط قبيلتي لواحد السبب، انه كان جاتني مكالمه من واحد السيد مغربي، مسؤول مغربي كيحاول يهدئوا الاوضاع. طبعا هاد الاوضاع هذه كيف يهدئوها؟ قال لي انه هويا بان راه لوزيرس او كاتب الدوله لدى الوزير الخارجيه اللي هو كاتب الدوله بنعتق، توصل برساله كتابيه رسميه من قبل سمير الدهر كيقول له فيها انه هو لا يتعامل مع دريلم انترناشونال، اوكي، وان هاد دريلم انترناشونال هي ضد السفاره. نعم سمير الدهر، نعم دريلم انترناشونال هي ضد السفاره، هي ضدك انت، ماشي ضد السفاره، هي ضد كل فاسد لا يخدم الجاليه، هي ضد كل من لا يقوم بما امر به صاحب الجلاله الملك محمد السادس. الملك محمد السادس أمركم بأن تعملوا لصالح الجالية، أمركم بأن تخدموا الجالية، أمركم بأن تخدموا مصالح الجالية، أمركم سمير. فإذا كانت الدكتورة أمال حلق، كما كنقولوا بالدارجة أعظم واحد لكم في الحلق، فهذاك العظم ما غيدوزش بعشرة يطرد الماء، ما غيدوزش هذيك، ما غيدوز لكمش، غيدوز لك بحاجه وحده، غيدوز لك تخدم الجاليه المغربيه. علما انه بنعتق ما كانش خصو يدي على الهضره ديالك، لان دريلم انترناشونال مسجله في السويد ومسجله في قبرص اليونانيه، لا علاقه لها هذيك باليونان، ولكن هي فضحاتك، وانت عارف بنعتيق وغيره، انت عارف علاش كيديروا معاك علاقاتك، عارفه انت تفهم. انا درت لك هاد اللعيبه وانت غتفهم، وتحياتي للمدام وانت غادي تفهم. انا غادي نقول لك، انا لقاءات يوم الاثنين مع شخصيات اهم من البنعتيق ديالك، الشخصيات اللي غنتقابل معها نهار الاثنين اهم من البنعتيق ديالك، واهم منك انت على 10,000 درجه. غادي نتقابل معاهم، غنعرض عليهم اللعبه الحقيره اللي لعبتيها الاولى واللعبه الثانيه ومشاكل الجاليه. انا متاكده انهم غادي يحلوها، لان هذوك الناس على مستوى يعني باينه، ومن بعدها راه ما غاديش ينسكت. راه شوف ديك اللعبه اللي لعبتي انت وبنعتيق وفؤاد بوجبور، هذيك راه غنوصلكم عليها المحكمه، وراه عندي داك الشيء بالدالي، راه عندي ديك الهضره اللي صيفط فؤاد يقولها في الواتساب، عندي مسجله وصورتها وغادي نوريكم خوخو محلاه. عقبالي هضرت معاك باللغه، حيت هذيك الرساله باش توصلك دابا انا كنهضر معاك بالدارجه. شوف ما تصيفطوا لي حتى شي حاجه، وبنعتيق انا ما بغيتش نقابلك. سيد كاتب الدوله المكلف سيد كاتب الدوله المكلف بالجاليه، انا ما بغيتش نتقابل انا وياك، انا تنقولها لك، وصلوها ليه، يلا صحاب القرنه وصلوها له، ما غاديش نتقابل انا وياك. انا غنتقابل مع اللي احسن منك واللي اهم منك واللي كيخدموا الناس وكيخدموا الجاليه احسن منك. يلا، وانا غير مواطنه عاديه واقل من عادي.
عاديه. غير صحاب المغاربه اللي كيضربوا اتاي والخبز، كيضربوا اتاي والخبز والزيت البلديه. غير داك الطبقه الشعبيه ديال الارض ياك. وانت كاتب الدوله كاتب الدوله لدى وزير الخارجيه المكلف بالجاليه، وانا اترفع عن ان اقابلك، لانني انا ما كنقابلكش الوقيته اللي بغيتي نتايا حتى تهدى الوضع. من خويا تهدى الوضع ما غنتقابلش انا وياك، وما بغيتش نتقابل انا وياك، غنتقابل مع اللي قبل منك، وغنتقابل انا مع اللي قبل منك. ولا عندي الحق غادي تجيك الاوامر وغتنفذها صغيرا مستصغيرا. يلا وترجمة صغيرا مستصغيرا. ولو ان اعلم انه لغتك العربيه الفصحى مزيانه، مي عمي سمير الدار خصو الترجمان بالعربيه. غادي نقول لكم هذه جمله ويا ريت لو تعتبروا منها. انا ما عندي ما نخسر، انا ما عندي ما نخسر، ما عندي منصب في المغرب، ما طالبه فلوس شي، ما طالبه فلوس من دار الانترناشونال. حنا عندنا العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ومع الامم المتحده وقاضيين غرض، ما عندنا ما نديرو بلا فلوس لا من المغرب، وما عندي ما ندير بمنصب في المغرب. وكون كنت بغيتو لمحوا لي به شحال من مره، وما ما عنديش مع داكشي، ديك المواضيع ما كنقلبش على داكشي، لانني لا اصلح. انا اقولها، انا لا اصلح لاي منصب في المغرب، لان عندي مبادئ لا اصلح. اقولها انا الدكتوره امل بركه عليا الدفاع بركه عليا الدفاع عن الحقوق والحريات. كيف ما قلت القصه كامله غادي نكشفها يوم الثلاثاء مساء، يوم الاثنين مساء او الثلاثاء صباحا. سمير الدهر، حنا راه انا وياك عندنا فيلم قديم فاش كنتي سفير في بلجيكا، ايام باش رميتي بالعربي امزور، لما عطيتي الاوامر ديالك انت وانيس بيرو خرجتوه. وكل ما تدخل فيها انا داك السيد رئيس الحكومه السي بن كيران ودخل فيها، كنا غادي نتابعوكم قضائيا، وكنا غادي نديروا غنفعلوا بزاف المسائل. دابا انت جبتيها في الموضوع مع في السفاره في اليونان، ونزلتي اللعب، نزلتي اللعب للارض. نزلتي اللعب للارض، ما كانش انت كتب حاولتي تلعب انت وفؤاد بوجبور ما صدقاتش، حاولتوا مع بن عتيق ما صدقاتش، وانايا عليا وعلى اعدائي، لانني ما عندي ما نخسر. انا اقولها راه ما عندي ما نخسر، ما غادي نخسر، ما باغا حتى شي حاجه، ما باغا فلوس من الدراري، ما باغا منصب. انت سفير وهو كاتب الدوله، والاخر راه سميتو بعدا الاخر هيومن رايتس، لا هيومن ريسورس، موارد بشريه. وانتم يا ثلاثه بكم. انا غادي نهضر مع الناس، ومن بعد غادي ندير المسائل القانونيه. وانا هضرت مع محمد زيان المحامي، وغادي نقوموا بالمسائل باش غادي نخرج كاع داكشي اللي درتيه في الجاليه، كاع دوك اللي مرادين وكيترموا في المستشفيات وما كتسولش عليهم، وكاع هذا وهذا واش هادو كله ما نخرج منك داكشي كامل، نخرجوا منك في القانون. واش انت باقي خدام بديك الاسلوب ديال تجيب جوج ديال البياض وتقول لهم عايروا هاد السيده، وعايروا حتى الغدا بحال هاد الوقت، داكشي راه ما كيهمنيش، لان الدكتوره امل عارفينها معروفه. وانا كلشي انا كنت منك سمير الدهر، انت وهادوك خياتي. كون خديت غير جوج ديال النماذج، ناخذ نموذج ديال سميتو نائب الامين العام حركه الجهاد الاسلامي ومؤسسه ريال القدس زياد نخاله، ناخذهم كنماذج. واحد الناس تطاولوا عليه، شوف شنو وقع لهم، وناخذ نموذج ثاني ديال الفزازي ونشوف الناس تطاولوا، شوف شنو وقع لهم. حيت انا دابا كنهضر، وهاد الهضره ديالي اللي قلتها كلها الا مشيتي وحللتيها ما تلقى فيها حتى مسبه حتى معياره، حيت كنعرف وكنعرف نجيب حقي مزيان بالقانون، مزيان بالقانون. وكنقول لك اللي ما عنده سيدو عنده لاله، واللي عنده مرتو معني بها وبعلاقاتها، عندها راجلها ومعنيه به وبعلاقاته، ياك.